بشكل رسمي اللاعب المغربي وليد شديرة ينتقل للنادي نابولي الإيطالي. أكدت عدة تقارير إخبارية إيطالية النادي نابولي الإيطالي حسم بشكل نهائي صفقة المهاجم المغربي وليد شديرة قادم من باري الذي ينشط في الدرجة الثانية الإيطالية. وأوضحت صحيفة كورييري ديلو سبورت النادي جنوبي إيطاليا سارع لحسم صفقة وليد شديرة رغم اهتمام أندية أخرى بالتعاقد مع لاعب باري، خاصة نادي بنفيكا البرتغالي الذي كان يرغب في الظفر بخدمات المهاجم المغربي. وبحسب نفس المصدر فإن نابولي حسم تعاقده مع المهاجم المغربي وليد شديرة. الإعلان عن هذه الصفقة سيكون خلال هذا الشهر، كما سيواصل وليد شديرة اللعب مع نادي باري حتى نهاية الموسم بنظام الإعارة. للإشارة المهاجم وليد شديرة هو هداف الدوري الإيطالي الدرجة الثانية. نادي ميلان الإيطالي يقترب من حسم صفقة نجم المنتخب المغربي حكيم زياش. ذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية الشهيرة النادي ميلان حسم صفقة انتقال الدولي المغربي حكيم زياش بقيمة مالية وصلت 15 مليون أورو. وأوضحت الصحيفة أن المساعي الطويلة لميلان من أجل ضم زياش نجحت أخيرا بعدما أصيب مسؤولو تشيلسي بالحرج أمام جماهيرهم بعد الأداء الجيد الذي ظهر به زياش في كأس العالم مع المنتخب الوطني، إذ تساءل البعض عن السبب الحقيقي وراء عدم الاعتماد عليه من قبل المدربين توماس توخيل وغراهام بوتريس. وعانى زياش منذ التحاقه بتشيلسي إذ بقي على دكة البدلاء باستثناء مرحلة المدرب فرانك لامبارد إذ كان يلعب مباريات أكثر من الفترة الحالية. ورفض تشيلسي إعارة زياش لميلان واقترح في البداية بيع عقده كاملا مقابل مبلغ مالي، لكن ميلان رفض قبل أن يتوافق الفريقان أخيرا، إذ من المقرر أن يصبح لاعبا للفريق الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وفي حال ما تمت الصفقة رسميا فإن زياش سيكتشف لأول مرة الدوري الإيطالي، إذ سبق له اللعب بهولندا وإنجلترا، لكنه لم يسبق اللعب في الدوري الإيطالي رغم أنه كان محط أنظار ميلان وجوفنتوس منذ سنوات.